بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في التسجيل دي عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا يتعلق بمستقبل السودان ووحدة السودان وتشظي وتفتت السودان إلى دويلات صغيرة. وحقيقة هناك في إرهاصات، في ساينس، في إشارات من بدري جدا. الناس بتكون مرت عليها، شافتها، سمعتها، قرأتها في جرايد، شافتها في أخبار، لكن الناس ما وقفت عندها كتير. ومن الحاجات دي أنا بالذات مقتنع بأنه التشظي والتقسيم ده جاي وحيحصل إذا ما الناس عملت حسابها واتخذت الخطوات اللازمة اللي بتوقف التقسيم ده عن حده. والدلائل اللي أقنعتني أنا شخصيا مثلا الحتة بتاعت انفصال الجنوب. أنا على ما أذكر في النصف الأول من الثمانينات 83 84 الوقت ده كان في كلام كتير عن صوملة السودان، وإنه السودان حتحصل فيه حروبات زي الصومال وحيحصل فيه تفتت وكده. أتذكر كان في واحد من جيراننا من أولاد نمرة 3 كان بيقرأ في روسيا أو في الاتحاد السوفيتي في الوقت ده، فمرة بنتكلم فجاءت السيرة، قال لي والله يا عثمان أنا شفت لي خريطة في السودان، وراني لها واحد طالب يهودي معانا هناك في روسيا، قال لي الصورة لخريطة بتاعت السودان فيها السودان بدون جنوب السودان، يعني الجنوب مقسوم دولة براو. فالكلام ده طبعا أنا أخذته على أساس إنه هو حاجة معلومة هو جابه وشافه وكده، لكن ما في شيء. هو نحن السودان بنعرفه بخريطته التقليدية المعروفة دي. بعد الكلام ده بحكاية بتاعت 10 أو 12 سنة على ما أظن، في 92 93 في كندا هنا كان جاتنا رسالة من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، تم إنشائها في إنجلترا، كان أنشأها ناس المرحوم أمين مكي مدني، وأرسلوا للجالية السودانية هنا في تورنتو على أساس إنه يأسسوا لهم فرع للجمعية هنا في تورنتو. فالأخوان في الجالية في الوقت داك اختارونا نحن 3، أخونا صبري حسن من موظفين الطيران المدني اللي حالوهم ناس الإنقاذ في بداياتها، وبرضو أخونا حسن عبد السلام من الدبلوماسيين الشباب الوقت داك حالهم من الخارجية، ومعهم عثمان حسين داود المقدم شرطة طيار من بوليس السودان، برضو من الناس اللي حالهم الكذان في المعاش. يعني كلنا حانقين وحاقدين وزعلانين من الحكومة لسببين: لأنها قوضت الديمقراطية في السودان، وظلمتنا نحن بأنه قطعت رزقنا في السودان، ولا خير يعني. المهم ده ما الإيشو. الإيشو إنه الناس دي ادونا عنوان في تورونتو، نمشي قالوا العنوان ده بنلاقي واحد ادونا اسمه، والراجل ده قالوا حيساعدنا في تأسيس أو في تأثيث المكتب. فمشينا العنوان اللي ادونا له ده، و to our surprise في الباب لقينا إنه ده المكتب بتاع المنظمة العالمية للكنائس. فالمهم دقينا الجرس، فتحوا لنا الباب، دخلونا، قابلنا الراجل. طلع الراجل قسيس بلبسه الرسمي داك بتاع فيه اللياقة السوداء واللياقة العلامة البيضاء هنا في الرقبة وكده. عرفنا بنفسه، دخلنا في مكتبه وقعد، نحن قعدنا جنبه. في الحيطة اللي وراه طوالي في خريطة السودان. خريطة السودان
ومن خط 10 شمال السودان مقسوم لفوق، السودان شمال وجنوب. دي أول حاجة لاحظتها أنا أنا يمكن لاحظها برضو معي صبري وحسن في الخريطة. فخلاص الحكي الراجل بدأ يتكلم عن السودان والوضع في السودان، وعن الحكومة اللي بتضطهد المسيحيين في الجنوب وكده وبتاع، وإنه برحب بينا، وإنه على استعداد إنه يساعدونا في ترتيب كل حاجات المكتب وكده. فانتهينا من الكلام معه وطلعنا وقبلنا نحن قدام الباب، لسه ما ركبنا عرباتنا ومشينا. 3 اتفقنا عليه إنه يا نحن صح ضد الحكومة وضد الإنغاز، والإنغاز دي مفروض تمشي، لكن ما بالطريقة دي. الشغل ده شغل مقصود به الإسلام، ما مقصود به حكومة السودان whatever. نحن ما ممكن نكون مخلب في شغلانية زي دي، والشغل ده واضح من إنه داير يؤدي إلى تقسيم السودان. تاني ما رجعنا وكلمنا ناسنا بأنه والله الموضوع ده طرفنا منه، لو في زول تاني داير يشتغل الشغل زي ده يمشي يشوف. فانسحبنا نحن ال3 من الشغل ده. يجي بعد ده بعد 93 دي شوف جات في 2011 بعد كم؟ 93 ل 2003 10 ولا 2011 دي 21 سنة تقريبا، مش كده ولا كم؟ المهم بعد الزمن ده كله جاء حصل شنو؟ انفصال الجنوب. شوف الخريطة الأولى ظهرت سنة 83، الخريطة اللي احنا شفناها سنة 93 أو 92. الانفصال جاء حصل 2011. فالمشكلة في إنه الناس دي يا إخواننا بيخططوا لتخطيطات بعيدة جدا. وهسه قبل كم يوم جاتني خريطة في رسالة من واحد من الأخوان في الواتساب، فيها خريطة أفريقيا، فيها السودان مقسم ل5 دويلات، مقسم ل5 دويلات: دارفور، وجنوب جنوب كردفان، جنوب النيل الأزرق، الشرق، ووسط السودان. فالمسألة يعني it rings a bell. المفروض الناس تفتح وتعرف انه المسائل دي ما بتطلع ساكت، التسريبات دي وما بيرموها ساكت، دي حاجات الناس بتخطط لها لقدام. والمشكلة الأساسية في السودان هسه المسائل دي قاعدة بدأت حاجات تظهر، النعرات القبلية، النعرات الإقليمية اللي بدأت تظهر، الدعوات لتكتلات في الشمال وتكتلات في الشرق وفي الغرب وين دي كلها مدفوعة وملزوزة من جهات معينة لأنها تصل بالناس زي ما فصلوا الجنوب. الحتات دي تتفصل شاء الناس أم أبوا، إلا إذا الناس فتحوا واتحدوا وبقوا يد واحدة ووقفوا المخطط الماشي دي. الناس دي أنا بقول بيشتغلوا على مدى بعيد. أديكم مثال بسيط جدا يمكن عدد كبير مننا يكون حاضروا، اللي هي الحرب بتاعة الخليج اللي هي كانت سنة 91 على ما أظن، في 91. الحرب دي يا اخواننا لو قلت لك الامريكان كانوا بيجهزوا لها من اواخر السبعينات يمكن ما تصدقوا. المسألة بدت من 73 لما الملك فيصل الله يرحمه في حرب 73 وقف البترول من الدول الغربية اللي ساعدت إسرائيل، أمريكا، إنجلترا، فرنسا، وكان مر عليهم أسوأ شتاء لأنه ما كان عندهم بترول، وبالتالي المحطات بتاعت الطاقة بتاعتهم ما كانت شغالة، كان في شح في البنزين، شح في التدفئة، يعني مشاكل. أسوأ شتاء قالوا مر عليهم كان بتاع سنة 73. طبعا حرب 73 كانت في أكتوبر 73. فخلاص الحكي إنه الناس ديل بعد حرب 73 دي بدوا يفتحوا عيونهم على حاجات، وجات بعدها ظهرت دراسة من
المركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن أظن سنة 77 78. الدراسة دي تنبأت في ظل الظروف الحاصلة دي إنه في مع بداية الألفية الثالثة في القرن ال21 أمريكا هتدخل في ريسيشن وركود اقتصادي أسوأ من اللي كان حاصل في العشرينات. وأمريكا عشان تطلع من المطب ده لازم يكون عندها موطئ قدم في المناطق بتاعة إنتاج البترول في الخليج. ومن الوقت داك الأمريكان بدوا يجهزوا. ولو تذكروا في برضو بعد